اهو. بصراحة انا جعانة بس مش معايا فلوس. الاكل ده شكله لذيذ جدا. خلاص بقى انا حظي كده، انا همشي. بنت استني تعالي. انا ماشي، تعالي. حاضر. جعانة، تعالي ما اجيبلك اكل. بس انا معيش والله فلوس. لا اقعدي بس وانا هجيبلك الاكل، اقعدي. شكرا، انت لطيفة جدا. انا مش لطيفة في الحقيقة ولا حاجة، بس في شخص ألطف مني ممكن يكون بيزعجك، بس هو بيحبك أكتر ما بيحب نفسه. ايه قصتك؟ أنا الصبح ماما جت تصحيني عشان أفطر، وبعدين راحت هي تكمل نوم ومهتمتش بيا. فبعدين نزلنا نشتري الخضار، وانا قلت لماما ان انا هروح مع اصحابي وسبتها ومشيت. ولما رجعت البيت بالليل ماما قعدت تقول لي: يا هنا، انا قعدت ارن على تليفونك، ليه ما بترديش عليا؟ يا ماما انا جيت بسرعه اهو يا ماما، خلاص بقى. يعني انت يا هنا شايفه ان كده انت جيتي بدري؟ انت جيتي متاخر جدا. خلاص يا ماما انا في البيت، ملوش لازمه بقى تقعدي تتكلمي بقى، خلاص. لا يا هنا ما ينفعش كده يا ماما، مفروض تديني حريه ومسؤوليه اكتر من كده. وبعدين سبت البيت ومشيت. بس ازاي انت عرفتي ان انا بحب الاكله دي وبحبها بالطريقه دي؟ سيبيني بقى اقولك على قصتك انت ومامتك، بس من ناحيه تانية. مامتك صحيت الصبح عشان تحضرلك الفطار، وحضرتلك الفطار وراحت تصحيكي من النوم، وهي راحت تستريح عشان هي كانت تعبانة، بس ما كانتش عشان هي مش مهتمية بيكي. وبعدين لما نزلتوا تشتروا الخضار كانت بتقول ان هي لازم تغذيكي عشان انت عليك امتحان، بس انتي روحتي مع صحابك وما اهتمتيش بيها. ومامتك قلقت عليكي جدا واتصلت عليكي اكتر من 20 مرة، بس انت ما ردتيش عليها وكنت بتكنسلي. فلما انت رجعتي قعدت تزعقلك عشان هي كانت خايفة عليكي مش اكتر، وانت ما كنتش بتردي عليها. وتعرفي كمان مامتك نزلت الشارع وقعدت تدور عليكي وتسأل الناس عليكي، وجت سألتني عليكي بس انا ما كنتش اعرفك، وادتني فلوس وقالت لي لو شفت البنت دي اكليها واديها اكل عشان هي اكيد هتبقى جعانة.